أيها الإخوة، أيها الإخوة، الآن يقف زعيم هذا الشعب العربي، يقف لكي يخاطبه وجها لوجه. الآن أيها الإخوة يقف رئيس جمال عبد الناصر لكي يخاطب الأمة العربية كلها. أيها الإخوة، يسعدني في هذه الزيارة أن أرحب باسمكم وباسم شعب الجمهورية العربية المتحدة بالرئيس سنكو عبد الرحمن رئيس حكومة الملايو، ونطلب منه أن يبلغ شعب الملايو تحيات وأحسن تمنيات شعب الجمهورية العربية المتحدة. أيها الإخوة، في هذه الزيارة في هذا الوقت القصير اللي مضيناه في زيارة شركة النصر لصناعة السيارات، نشعر بالتطور والتقدم في حياتنا كلها. كانوا بيقولوا علينا زمان بنستورد بنستورد إبرة الخياطة. كانوا يقولوا علينا ان احنا بلد زراعي. وشفنا في السنين اللي فاتت في وقت الاحتلال وفي ايام الاستعمار البريطاني وفي ايام تحالف الاقطاع مع رأس المال، شفنا ازاي استمرينا كدولة متأخرة. النهارده لما بنشوف هذا التطور الصناعي في كل يوم، واللي بيتتبع افتتاحات الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة للمصانع الجديدة، كل يوم نشعر ان هناك انطلاق بعدما تغلبنا على الاستعمار وعلى تحالف الاقطاع مع رأس المال. الميثاق بيقول ان تحالف الاقطاع مع رأس المال يجب ان يسقط، ويجب ان يقوم بدلا من ذلك تحالف قوى الشعب العاملة، العمال، الفلاحين، المثقفين، الجنود، الرأسمالية الوطنية.
هذا التحالف هو الوضع الطبيعي، لأن هذا التحالف يجمع جميع أبناء الشعب. مش معقول كل واحد يقول اقعد علشان بعدين ما نعرفش نتكلم، ده ايه؟ كل واحد يسكت. الجماعة اللي بنظموا دول هم اللي مبوظين النظام. كل واحد يقعد مطرحه ويسكت. كل واحد يقعد مطرحه ويسكت، ولازم نتعلم النظام، مش بس نتعلم ازاي نعمل عربيات. يعني النظام كل واحد يسكت نفسه ويقعد نفسه، مش كل واحد بيسكت اللي جنبه بهذا هو اللي بيتكلم. مش عايزين يتعب كمان اللي بيهتف يقعد. مش معقول كمان نقعد في اجتماع بنسمع كلام ونفضل نهتف طول الوقت زي ما حصل من اول اجتماع. مش معقول ابدا. اقعد مش عايزين هتاف. يعني واحنا بنتكلم على تحالف قوى الشعب العاملة، واحنا بنتكلم على الصناعة، واحنا بنتكلم على كل حاجة، لازم ايضا نفهم النظام. لازم نكون منظمين في كل شيء، زي ما كنتم منظمين جوه في الوردية لازم تكونوا منظمين هنا في المصر. ولكن لو كل اللي قاعدين هنا كل واحد بيهتف وكل واحد عايز يعمل قائد علشان الباقيين يهتفوا وراه، بكل اجتماع مش اجتماع مظبوط. وده اللي انا شايفه من اول اجتماع، ان كل واحد واقف يهتف وكل واحد عايز الناس تهتف وراه. لما نيجي في اجتماع بهذا الشكل كل الناس تقعد تسكت وتسمع، واللي يقوم يتكلم بتسقفوا له في الاول وتسقفوا له في الاخر، كفايه. اما الهتاف اللي في الوسط ملوش داعي ابدا. الحقيقه بهذا نستفيد من هذه الاجتماعات، وبهذا نبقى فعلا عندنا نظام. فنقعد ما نهتفش لغايه الاخر ولا نسقفش لغايه الاخر. بنتكلم على تحالف قوى الشعب العاملة. تحالف قوى الشعب العاملة هو البديل لايه؟ لتحالف الاقطاع مع رأس المال. تحالف الاقطاع مع رأس المال انتهى. تحالف قوى الشعب العاملة اللي احنا بنقول عليه الشعب العامل هو اللي هيخلينا نستطيع ان نعمل المعجزات. الشعب العامل كان محروم دايما من كل حاجة. الشعب العامل كان تحت سيطرة فئة قليلة اقطاعيين ورأسماليين يأخذوا ناتج كل عمله لصالحه. هذا الكلام قضينا عليه. الشعب العامل كان باستمرار خاضع للاستغلال، وكان مسلوب الإرادة، وكان الحكم في يد تحالف الإقطاع مع رأس المال. سقوط تحالف الإقطاع مع رأس المال قضى على سيطرتهم وسط الحكم، وأصبح الحكم الآن من 23 يوليو سنة 52 في يد تحالف قوى الشعب العامل. ده السبب الأساسي اللي استطعنا من 23 يوليو سنة 52 لغاية دلوقتي ان احنا نتطور هذا التطور الكبير في جميع الميادين، في ميادين السياسة، وفي ميادين الزراعة، وفي ميادين الصناعة، وفي التجارة، وفي كل شيء. ده اللي خلانا نهتم برفع مستوى المعيشة، وان مستوى معيشتنا يرتفع فعلا. ده اللي خلانا ارادتنا احنا الشعب العامل هي اللي تكون مسيطرة على كل شيء في البلد. قبل 23 يوليو سنة 52 كان الحكم في يد تحالف الإقطاع مع رأس المال. معنى هذا ان الحكم كان يعمل من اجل مصالح الإقطاع ومصالح رأس المال، ما كانش يفكر ابدا في مصالح الشعب العامل، لانه كان بيعتبر ان الشعب العامل هو لابد له ان يعمل من اجل ان تعود الارباح، ارباح عرقه وارباح عمله الى الإقطاع ورأس المال. اذا من 23 يوليو سنة 52 حينما استطاع الجيش اللي هو الطلائع الثورية لهذا الشعب العامل
ان يأخذ السلطة، يأخذها غصبا ويأخذها بالقوة من تحالف الاقطاع مع رأس المال ويسلمها لتحالف قوى الشعب العاملة، هذا اليوم كان هو اليوم اللي اتحررت فيه ارادتنا، واليوم اللي رجعت الينا فيه مقاليد امورنا، واليوم اللي بدأنا فيه ان نبني هذا البلد وفق مشيئتنا ووفق مصلحتنا احنا الشعب العامل، ووفق المصلحة التي تمس كل الشعب العامل بكل افراده، ومش المصلحة اللي تتمثل في فئة قليلة من الناس كانت هي تحالف الاقطاع مع رأس المال. النهارده كل المصانع اللي بنشوفها، كل المصانع اللي بنقرا عليها كل يوم في الصحف، كل المصانع اللي بتتفتح، كل المصانع اللي بتتكبر، كل المصانع اللي بيزيد انتاجها، نشعر ان العاملين فيها بيقدروا اهداف هذا الشعب، كل واحد فيهم بيعتبر نفسه من ابناء الشعب العامل، من وزير الصناعة الى رؤساء المؤسسات الى رؤساء مجالس الادارة الى المديرين الى العمال، جميعا لازم يكونوا من الشعب العامل، وجميعا لازم يكونوا اسرة واحدة، جميعا لازم يكونوا يد واحدة علشان نحقق في اقل وقت ممكن اهداف هذا الشعب العامل الذي حرم من السلطة وحرم من كل شيء آلاف السنين، واللي استطاع من 11 سنة بس انه يستعيد السلطة ويستعيد ارادته ويستعيد قدرته على ان يكون هو حر التصرف في بلده وفي توجيهها، حر التصرف في بناء بلده، حر التصرف في ان يقيم اشتراكية الكفاية والعدل. اشتراكية الكفاية والعدل هي الا يكون هناك استغلال لرأس المال، والا يكون هناك اقطاع، ثم ده اللي يمثل العدل، ثم ان نعمل ونعمل ونعمل باستمرار لزيادة الانتاج، وان نعمل ونعمل ونعمل باستمرار لزيادة التصنيع وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة التصدير وزيادة التجارة، لان بدون الكفاية لا يمكن بأي حال ان نقول اننا حققنا الاشتراكية. الاشتراكية مش بس تأمين، الاشتراكية مش بس تحديد ملكية، الاشتراكية مش بس القضاء على الرأسمالية المستغلة والإقطاع، لا، الرأسمالية هي ده، زائد ان نحقق المجتمع الذي تتوفر فيه الكفاية بان نعمل ونعمل دائما على زيادة الانتاج في كل ميدان من الميادين، وعلى زيادة الانتاج ايضا، وعلى زيادة الدخل القومي في كل ميدان من الميادين. بهذا نستطيع ان احنا نعيش عيشة كريمة ونحقق لابنائنا ولاخواتنا عيشة كريمة. انتوا هنا مثلا انا سألت جوه عمال معينين جداد شفتهم صغيرين اللي عنده 19 سنة بياخد قد ايه، ما هي قد ايه؟ قال لي باخد 12 جنيه في الشهر. 12 جنيه في الشهر كويس، انا لما طلعت ملازم تاني كنت باخد اقل من 12 جنيه في الشهر. ما كانش يعني كان ال 12 جنيه حاجة كويسة جدا، وكان كل واحد اللي بيطلع من الجامعة بياخد 12 جنيه واللي بيطلع ملازم تاني بياخد 12 جنيه. ولكن هل النهاردة كل واحد في بلدنا بياخد 12 جنيه في الشهر؟ لا، لازم كلنا نفتكر هذا الكلام. ولكن كل ما نعمل على فعلا زيادة الانتاج